فريق الكوكب المراكشي على الانتصار ديالو، الجمهور ديالو. بالنسبه للمقابله عرفت شوطين مخالفين. الشوط الاول كان لصالح فريق نجم الساحل التونسي اللي عندهم لاعبين في مستوى كبير، اللاعبين فريق البطل اللي حرز على كاس الكونفدراليه السنه الماضيه، وكذلك يلا خرج من البطوله الاحترافيه التونسيه. فكما قلت لك حنا فريق اللي في هذه المجموعه كيبان فريق صغير صراحه. الامكانيات اللي عندهم ما عندناش حنا، لا من الناحيه البشريه لا من الناحيه الماديه لا من كل شيء. فكنظن بانه الفريق التونسي حاجه واحده اللي كنعرفوا عليه هو انه كيعرف كيفاش يربح المقابلات. كاين عده طرق، فكنظن الطرق اللي ينهزم بها كيربح بها حتى هو شحال من خطره، ولكن كان منتصر ودخل في بعض الاشياء اللي خارجين نطاق كره القدم. فكنظن بانه اللاعبين ديالهم كانوا منرفزين، حنا استغلينا هذه النرفزه ديالهم وتمكنا باش ننتصروا. كنظن بانه انتصار في بطوله اللي فيها 6 ديال المقابلات ما كيعنيش شي حاجه كثيره. فخلينا نخليو رجلينا في الارض باش نمشيو ان شاء الله لتونس الاسبوع المقبل ان شاء الله، يوم الثلاثاء المقبل، باش نجيبوا على الاقل نقطه ديال التعادل. وكيتسناونا 2 مقابلات صعابه امام الفتح الرباطي. كما قلت لك اللاعبين بقاو صامدين رغم النقص العددي كان في صالحنا بشكل كبير. فكنهني اللاعبين على القتاليه ديالهم في هذا الانتصار هذا، ونظن بانه كتسنانا مقابله صعيبه في تونس امام الفريق الليبي اللي غادي يلعب يوم الاحد مع فريق الفتح الرباطي. فكما قلت لك نتمنى ان شاء الله نحققوا على الاقل نتيجه التعادل.